السلام عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اول حاجه كنعتذر على التصوير لانه كتبان الشاشه كامله، سمحوا لي بزاف بزاف. المهم البنات، بغيت نشارك معكم هذا النهار ديالي. الصراحه كان بروغرام ورجع بروغرام اخر، كان واحد الخطه ورجع خطه اخرى. بما انه الزوج ديالي اليوم اخر نهار عنده في العطله، فقلت خليني غادي ندير له زعما كاين نهار زويون غنخرجوا. ندير واحد السندويشات، كانوا في بالي ندير واحد السندويشات زوينين ونخرجوا على برا وناكلوهم. ولكن حاجه وحده انني ما بتش مزيان، زعما بات فيا الحريق و وصبحت مريضه. ومهم ودزت بقطرات ديال الماء. فالمهم هاد الشيء هذا الصراحه يعني خلاني بزاف، وما نقولش لكم صبحت مع الصباح عند الطبيب. عندي واحد الطبيب عرفتي مشح فيه. عرفتو هنايا البنات راه كيديروا لك كونترول كل مره، مرت يعني كل اسبوعين. المهم هنايا البنات بعد ما كملت من عند الطبيب الحمد لله كلشي مزيان. مشيت لليدل، قلت غادي ناخد ليا غير الفطور، صدقت واخده ليا شحال من حاجه. المهم ما عليناش، فاش كتمشي للسوبر ماركت عاد كتفكري شنو ناقصك. فصافي فاش شاف الزوج ديالي هكا قال لي صافي يلاه نمشيو لايكيا، ندورو شويه ونتقهواو تماكين. حنا كنا زعما كين معولين قال لي صافي بلا ما طيبين ناكلو تما. الساعه ما لقيناش داكشي اللي تناكلو في ايكيا ديما، لقينا غير داكشي الحلال، زعما كي لقينا غير نودل، وخدينا هاد الفافل مع هذيك الصوصه ديال حب الملوك ومع ديال الفانيلا. صافي البنات، وهنايا راه قلت لكم غادي ناخذ الكرسي ديال الترضاع ديال باش نجلس عليه زعما كي نرضع ان شاء الله. وكنت قلتها لكم هذاك النهار وقلت لكم راه غادي ناخذه، ولكن انا راه خديته دابا، راه صافي ركبناه وقادينا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ندير معكم جوله في البيت منين نكملوا. هنايا راه صافي تقديت، يعني كتكوني غادا على حاجه وكتصدقي واخده بزاف د الحوايج كلي بحالي. المهم حنا راه انا جالسه وكنقول الزوج ديالي يمشي يجيب لي اشنو خاصني. المهم البنات، هنايا غادي نشارك معكم الخبيزات زويونين وغادي نديرهم ساندويش وغادي نشاركهم معكم. غادي نقول لكم مقادير، المهم ما نطولش عليكم بزاف المقادير وندوزو نصايبوا الخبيزات ديالنا. سمحوا لي ما فيا اللي بقى يهضر. المهم هنايا كما كتشوفوا نقرب لكم الكاميرا. هنايا احتاجينا القمح اولا السميد الرقيق مع الفورس. نحتاج كذلك معلقه كبيره ديال السكر. انا ما كنبقاش نقول ندير السكر مع الخميره باش يفتعلوا داكشي المهم درنا الخميره، كنخليو غير الملح، كنخليوها هي الاخرى صافي. كندير شويه الزيت، بغيت ندير من هاد القرعه باش نخويه. المهم جوج معالق كبار، لان الزيت الصراحه كيعطينا واحد الرطوبه للعجينه. وهنايا البنات غادي ناخذ نص ديال هاد الياغورت الطبيعي. طالية عطيتها واحد الطانون. البنات السر ديال هاد العجينه هو هاد الياغورت. غادي ندير البنات، المهم درت النص ديالو وواحد شويه باش ندهن بيه الخبيزات من الفوق ملي نسالي. المهم هانتوما غادي تشوفوا معايا الطريقه. صافي غادي نخلي الملح حتى الاخر، وكنبقى ندير الخبز على الماء على حسب الخليط. صافي كما كتشوفوا هنايا البنات كنبقى ندير بشويه بشويه ديال الماء. سمحوا لي على المونتاج، سمحوا لي على الصوت، لان الصراحه عيانه شي شويه. المهم قبلوا عليا حتى نتفك على خير وبخير، وديك الساعه ندير لكم فيديوهات زوينين فيهم الطاقه الايجابيه، النشاط ان شاء الله. دابا راه نشارك معكم غير مره يعني فيديوهات بحال هكا. فالمهم البنات كما قلت لكم، يعني صراحه كنت ناويه ندير هاد السندويشات ونديوهم على برا، ولكن الجو حتى هو ما ساعدش، كانت شي شويه الشتا كتصب.
فصافي هي باش بدلنا راينا والخطه كامله تغيرات بسبب ان كما قلت لكم الجو، وكذلك انني مرضت. صافي المهم هذا هو النهار البنات ديال فاش مشينا لايكيا. راه شاركت معكم المشتريات ديالي من ايكيا. هنا البنات كنقي واحد الكيويه لبنتي، قالت لك بغات كيوي. المهم فاش ساليت درت دابا كنقطع الدجاج، قطعت الدجاج يعني مرسوات طوال، وغادي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، وغادي ندير ليهم البهارات ديالهم ونرقدهم شي شويه. وفي هذه الحاله راه العجينه تدير تتعجن. المهم البنات بغيت نشارك معكم واحد الطبيبه الصراحه رائعه وظريفه، الا سولتوها على اي سؤال بحال مثلا بالنسبه لي انا، ملي قلت لها راه كاين وكاين يعني خرجوا لي تحاليل، خرجوا لي شي تحاليل ما مزيانينش. المهم وسولتها وقالت لي ما تخافيش، وقالت لي شنو ندير، وكذلك سميتو عليه كذلك يعني كتشرح لك داكشي. مو بس صحيح انني انا كنعرف الالمانيه وعندي نيفو الحمد لله نيفو بيتس فاي، والزوج ديالي الماني يعني كنهضر معاه يوميا المانيه، كنعرف نقراها ونكتبها وكل شيء، ولكن الا وما تجيك شي كلمات بالالمانيه ما تفهميهمش عن الطبيب. فعيا ما يفهمني هذاك المشكل اللي عندي في البوله حاشاكم. فالمهم انا ما فهمتوش وهضرت معاه، هي الصراحه فهماتني وقالت لي كل شيء وشنو ندير وهذا. والحمد لله الحمد لله المره الثانيه فاش درت التحاليل طلعوا لي نيجاتيف، يعني طلع لي كل شيء مزيان. فالمهم البنات كنصحكم بها، انا غادي نخلي لكم الانستغرام ديالها اولا القناه ديالها، ودخلوا عندها، واي وحده عندها شي سؤال تسولها. شي وحده تاخرت على الحمل، شي وحده عندها حمل فيه مشكل، شي وحده عندها الاجهاض، يعني اي وحده عندها شي مشكل تدخل عندها وتستفسر منها. الصراحه الله يعمر لها الدار، كتجاوبكم هي الا كانت مساليه ولا هذا، راه كتجاوب كل واحد حتى في التعاليق تتجاوب. المهم البنات بالنسبه للانستغرام ديالها سميتو سول الطبيبه مع مريم. وبالنسبه القناه ديالها كذلك سميتها سول الطبيبه مع مريم، هادو بالعربيه. المهم هنايا البنات البهارات اللي درنا في الدجاج هو سكينجبير، شويه الكمون، شويه البزار، شويه الملحه، وكنديروا حتى شويه الياغورت البنات، كيجي رائع، وشويه ديال التحميره كيجي رائع. حتى بالنسبه للبنات الا بغيتو تشويو الدجاج كديروا ليه هاد العطريه هادي صراحه البنات، وكديروا الثومه كذلك. كتجي كيجي هذاك الياغورت كيعطيه كيجي هشيش وكيجي زوين، كيعطيه واحد المذاق مغاير وزويون. المهم هنايا البنات بعد ما كملت لنا العجينه، فغادي نخليوها من طبيعه الحال ترتاح، وغنخليو كذلك حتى داك الدجاج ديالنا حتى هو يرتاح. لان الصراحه كنت بغيت نرقدو في الصباح، ولكن حيتاش حنا هنايا عندنا جوج وجبات كما تنقول لكم، خصوصا فاش يكون الزوج ديالي يعني ما خدامش، تنفطروا مع ديك ال11 ل10:30، بعض المرات كعاد 12 على حسب. وما كنتغداو، كنديرو غدا وعشاء مع ديك 6 5:30، المهم لا تعطلنا 7. فالمهم البنات قلت صافي يعني حنا ما غادي نخرجوا زعما نديو السندويتشات ونخرجوا حتى لديك 5 بحال هكاك ولا 6. فانا من بعد الفطور غادي نرقدوا، ولكن ملي وقع هادشي هذا كما قلت لكم ما نعش بالحريق وهذا، ومشيت عند الطبيب مع الصباح. عرفتوا هنا راه كيحلوا مع 7 تقريبا 7:30 كنت عنده، وقلت ليه شنو كاين. الحمد لله هنايا الاطباء يعني متفاهمين، الا مشيتي عنده بدون موعد يعني كتسمي هنا بحال انك مستعجله كتمشي عنده، لانه الا قدرت الا تمشي للمستعجلات ولا شي حاجه غير ردوك يقولك سيري عند الطبيب الخاص ديالك. هنايا الاطباء داك في المستعجلات ما كيديروا لك والو، يعني كيقدروا الا كانت حالتك حرجه ولا شي حاجه كيديروا لك السيروم، يعطوك مثلا دواء مهدئ ولا شي حاجه، ولكن ما يعطوكش الدواء اللي يعالجك. وهذا دائما كيقولك سيري عند الطبيب الخاص فيك، مثلا الهاوس ارتس ولا الفراون ارتس ولا اي حاجه عندك كتبعيها مع الطبيب ديالك. فالمستعجلات فقط الا كنتي في حاله حرجه، فكما قلت لكم يعني تيقدروا يعتقوك ولا شي حاجه بحال هكا. فانا ملي كتوقع ليا شي حاجه ولا هذا كنمشي عند الطبيب ديالي ديريكت. فالمهم هنايا البنات بعد ما تاحت لينا العجينه، قطعنا العجينه على حسب الاحجام اللي بغيتو ديروا. انا كنت كنعبر 2 صبعان وكنقطع. هنايا البنات كنديروا على هذا الشكل هذا الخبز ديال الساندويتش ديالنا، كنلويوه يعني طريقه سهله جدا. كنلويوه
كنسدوه بحال هكا من الجناب وكنخليوه يخمر يرتاح شويه. ومن بعد البنات غادي ندهنو بياغورت وغادي ندخلو الفران. هنايا البنات دخلته الفران على درجه حراره 180 وخليته 18 دقيقه من الفوق ومن التحت. وعندي انا كنشغل دائما في المخبوزات كامله كنشغل الفرفاره. صافي البنات هنايا الدقيق ما درتو هذاك الدجاج ما درتو لا في الدقيق لا حتى شي حاجه، دايركت درتو في هذا الخبز الكارم اللي كنصايبوه من التوست. قليل انا فين تنشريها البنات، كنصايبو من التوست الابيض ولا التوست الاسمر، كنخليه بحال هكا كنديرو في التوستر كنقرملو مزيان وفي الاخر تنطحنو في المونينكس كيجي رائع البنات. صافي وكنخليه كنخلي الدجاج كيتقلى على درجه حراره مهيله، باش الا درتو البنات درجه حراره كثيره فغادي يتحرق لينا من برا يبقى لينا خضر من داخل. انا غادي نوريكم كيفاش غادي يجي من داخل ملي نكمل. هنا البنات كما كتشوفوا كندهن في داك الخبز السمون نقولي حنا ما عرفتش شنو بالدارجه، المهم السمون ديال الساندويتش. فكندهنوا البنات هنايا بالياغورت وتقدروا ديروا من الفوق الجنجلان، تقدروا ديروا المهم اي حاجه بغيتو. انا هنا البنات غادي ندير شويه الشوفان وماشي كلشي غادي ندهن البعض بالشوفان والبعض غنخليه عادي، بما انه ديال الساندويتشات غادي نخليهم عادي. فانا عجبني داك الشوفان كنديرو دائما في المخبوزات ديالي كيعجبني. صافي وغادي ندخلو الفران كما قلت لكم البنات على درجه حراره 180 وما نخليوش بزاف. دائما الخبز باش يجينا رطب وزويون ما نخليوش حتى يكرم في الفران. فاش كيتحمر وداكشي فصافي راه حتى يطيب من الداخل. صافي البنات كما كتشوفوا دابا يا دهنتو وغادي ندخلو الفران. وهنا البنات من طبيعه الحال ما نساوش كيجي على هذا الشكل هذا. طبيعه الحال ما نساوش الدجاج ديالنا نراقبوه، حيت كاين بعض النساء كيبقاو يديروا حاجه وكينساو حاجه اخرى حتى كتحرق. الا كنتو غادي ديروا جوج حوايج مره واحده فحاولوا دائما ما تنساوش ديك الحاجه الاخرى، دائما ردوا البال. فالمهم البنات صراحه الزوج ديالي مسكين تعذب في هاد العطله هذه. حنايا اصلا كنخدى العطله على اساس باش غادي نمشيو للمغرب، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد بما انه هاد المشاكل وهذه ديال هاد السيتواسيون اللي كاينه دابا فصافي بقينا في بلادنا في بلادي الثانيه. صافي بقينا هنايا هي هذيك بقينا درنا شحال من حاجه درناها في الدار، صلح شحال من حاجه وجدنا شحال من حاجه. صافي وان شاء الله يعني صافي دابا رجع الخدمه ديالو اصلا دابا باقي خدام من الدار، يعني باقا ما بداوش في الشركه، باقا مسدوده يعني كيخدم في الدار. صافي البنات هذاك الكيكس اللي قلت لكم داك النهار شريت ديال الشوكولات كنرجع فيه كندير فيه في القراعي، حيت باش الا درتيه في القرعه وزديتي عليه كيبقى زويون. فهتشوفوا البنات الخبز كيفاش تيجي الصراحه رطيب وزويون. صراحه ديروا سندويتشات للوليدات يمشيو للمدرسه، ديروهم بحال هكا الخرجات باربيكيو ولا شي حاجه. صافي هنايا درت البنات هذا الجبن ديال هذا الساندويتش، درت شويه الخس مطيشه ما صدقش درتها في الاخر ما درتها. شوفوا الدجاج كيفاش كيجي الصراحه رائع. صافي البنات هادشي اللي درت في الساندويتش، درت شويه الخس وشويه الفرماج ولا شويه الجبن صافي وحطيت معاه شويه العنب وصافي والحمد لله. والمشروبات ديالنا انا ما كنشرب صراحه حتى حاجه مع الاكل غير الزوج ديالي وطاليا كتشرب عصير برتقال والزوج ديالي كيشرب بيبسي، ضروري عنده بيبسي في سميتو. شوفوا البنات هذيك الحرقه اللي فوق من البوطاجي كيفاش بقات ليا. شوفوا الخبز كيفاش كيجي الصراحه رائع. كننصحكم انكم نجربوا هاد الطريقه هذه البنات، وكنشكركم بزاف 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 على المشاهده ديالكم والتشجيعات ديالكم، ومع السلامه الى اللقاء.